جولة في مدينة ستراسبورغ عاصمة أوروبا. روتيني اليوم بعد الدراسة، لأنكم حبيتوا سلسلة الروتينات. راح نديكم معايا اليوم جولة في مدينة ستراسبورغ، راح تتمتعوا إلى آخر لحظة في هذا الفيديو من جمال المدينة اللي راني نعيش فيها. وإذا لقيت تفاعل كبير مع هذا النوع من الفيديوهات راح ننزل لكم فيديوهات مخصصة جولات وتنزه في مدينة ستراسبورغ. هذا البلاصة عرفتوها سي لو كروس، خرجت منه رحت لونيفرسيتي. عم بالكم معظم الوقت يكون غير في الجامعة هاد لا بيريود، لأني جو ترافاي سور لو سوجي دو ريشيرش تاعي. هذا سي لو بالي يونيفرسيتير اللي جاي في النشتات، الحي الامبريالي وين نقرا. وراني ديجا هبطت لكم فيديو على جولة في الجامعة أو القصر الجامعي اللي ندرس فيه. هذه اللحظات من الساعات الطويلة في الجامعة والمكتبة فيها نوع من الضغط ولا من التعب أحيانا، لكن دائما نتذكر أنه واقعي وحقيقة اليوم في يوم من الأيام كان حلم، ونعرف أنه واقعي اليوم هو حلم الناس الأخرى. فآمنوا بأحلامكم لأن تصبح حقيقة، وربي يوفقكم وينجحكم، خصوصا أصحاب الباك مانيش نسيكم. إن شاء الله كل واحد يلاقي هذا الفيديو، واكتبوا تعليقات إذا راكم مهتمين نحكي لكم على تخصص علم الآثار أو التاريخ أو التخصصات الموجودة في القصر الجامعي. هذه هي مدينة ستراسبورغ، مدينة تاريخية عريقة، تحسوا وكأنكم في قصة خيالية لكنها واقع. هذا سي لو بالي دو رون اللي نقضي فيه كثير ساعات في العمل تاعي وفي لو ترافاي تاعي، اللي فيه لو موزي اركيولوجيك دو ستراسبورغ اي لو موزي تاع لي بوزار. سي فوز ات انتريسي المره الجايه ان شاء الله ندير لكم جوله في المتحف الاثري والفنون الجميله. بعد ذلك رحت لافضل مطعم اللي نحب ناكل فيه اللي هو كوبونا. شوفوا الستيل تاعو جاي مثل روما القديمه. Et les menus, c'est pas du tout cher. Par exemple, ça c'est à 15 €, mais le niveau de qualité, c'est meilleur burger, je trouve, gare Strasbourg. C'est à Copona, et même l'endroit trop stylé, très sûr qu'on vraiment في l'antiquité. Ensuite, je suis في le magasin par le palais du Corbeau. Il est pas loin de la cathédrale de Strasbourg. بعد رحت درت هكا دي بتي كورس فيت في الحوايج اللي خصوني باش نروح ندير التنزه تاعي في اجمل منطقه نحبها في ستراسبورغ اللي راح تشوفوها. فوالا هذوما لي بتي كورس اللي نحتاجهم، لي بات فيوتي، بات بيتزا، ايمونتال، فروماج. كنحب ندير فيت في دي تروك يطيبوا بالخف. فوالا هنايا بعد ما هزيت القضيه تاعي راني رايح باش نقعد في واحد لوندغوا لتحت ما بين ليغليز ولو كروس. غوغاردي لي هذا المناظر والبطات من زينتهم. هذا هما صحابي ديما نقعد ناكلو، نعطيهم شويه حشيش، شويه شلاضه، شويه خضره. تمتعت شويه هكا بالطبيعه وحاولت نحي هذاك ستريس والضغط تاع النهار كامل، وهكا نكونيكتي شويه كما يقولوا مع ماما الطبيعه، ماما نيتشر. هكا فين بيتيت ميديتاسيون اي فوالا. اي ça fait du bien même بعد القرايه بعد الخدمه. تحاولوا تقعدوا في ان اندروا هكا تاع لا ناتور باش تنساو هكا الضغط وكامل. وتحيا اخواننا في فلسطين، ويا ربي يفك عليهم الحصر في غزه. ربي ينجحكم، ربي يوفقكم، وعلى نياتكم ترزقون، وخصوصا اصحاب الباك ربي ينجحكم ان شاء الله. وقولوا لي شكون مهتم بفيديوهات عن علم الاثار ولا عن التخصص تاعي. ما تنسوش اللايك، الكومنتير والشير والتفاعل. شكرا وسلام.